السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله النهارده انا هعمل معاكم القرص. زي ما انتم شايفين اللي بالعجوه اللي هي كعب الغزال، والقرص العاديه يعني هي مش طريه، هي كانت طريه بس عشان انا ايه كانت عاليه شويه، لكن هي يعني ناشفه شويه. يعني هي مش ناشفه ومش طريه. تمام. هو انا حاطه مقلله لها الماده الدهنيه. انا عملتها بزيت، مقلله لها الزيت علشان خاطر تطلع ناشفه شويه. اول حاجه انا هعمل 2 كيلو دقيق. تمام. حطيت 2 كيلو دقيق. هحط عليهم ده سمسم، هحط عليه مثلا بتاع 3 معالق سمسم كبار و... واحط عليهم 4 معالق سكر، على كل كيلو معلقتين سكر وذره ملح. وانا بحب منتجات دريم جدا جدا جدا، يعني منتجاتها بصراحه ممتازه، مجرباها في البيكنج باودر، الفانيليا الخميره. انا القرص بحب احط لها فانيليا، بتديها ريحه حلوه قوي، يعني واحده فانيليا كده. انا حطيت ايه الفانيليا، كيس فانيليا وكيس بيكنج باودر وكيس خميره. وزي ما انتم شايفين حطيت كوبايتين زيت. ممكن نحط كوبايه زيت وكوبايه سمنه. ممكن نحط كوبايه ونص زيت ونص كوبايه سمنه، يعني على حسب اللي موجود عندك، يعني حسب اللي موجود. القرص دي بصراحة بتنفع بأي طريقة وبتبقى طعمها ممتاز. فضلت بقى ادعك فيها لغاية زي ما انتوا شايفين كده، لما امسك الدقيق يروح ايه، تحسوا ان هو بقى ماسك في نفسه كده، ان الدقيق اتشرب بكل المادة الدهنية اللي عندي. بدأت انزل بالمية دافية عشان طبعا احنا في الشتاء. بدأت ان انا انزل بايه، بمية دافية. هنزل بمية دافية لغاية ما العجينة تبقى ملمومة معايا وطرية في نفس الوقت. يعني ما فيش اسهل بصراحة من القرص دي للتسقية، للشاي، الكلام ده كله حلو قوي. انا هبدأ ازود كده مية واحدة واحدة، يعني انا هي خدت تقريبا بتاع 4 كوبايات مية او 4 ونص، حاجة زي كده. في حاجة هتحصل في الاخر هوريها لكم. يعني بصوا لو تاخدوا بالكم هنا بدأ هي لزقت في ايدي، في بقية دقيق من تحت، يعني في دقيق من تحت. انا مش المفروض انا ما كنتش زودت له ميه تاني، انا زودت بقى حبه الميه دول. كان المفروض ان انا استنيت عليهم شويه، بس لزقت في ايديا اكتر. بس بامانه الله انا ما زودتلهاش نهائي، لان هي الميه كانت بسيطه جدا والعجينه لسه ما اتعجنتش زي ما انتم شايفين. فانا سبتها دقيقه كده، يعني دقيقه فكيتها من ايدي كده وسبتها بتاع الدقيقه، وبدات ادعك فيها تاني. انا كنت قلت احط لها دقيق لو فكت مني، فبعدين قلت طب استنى دقيقه افك العجينه اللي في ايدي، لان في اغلبيه الاوقات بتبقى العجينه لو في ايدك العجينه بتفضل تلزق حتى لو العجينه كويسه. فقلت افك اللي في ايدي اكتر واشوفها، يعني لو تاخدوا بالكم انا باخدها على بطن ايدي كده بلاقي العجينه كويسه. فقلت لا، هي محتاجه تتعجن هتتلم. فبدات اعجنها اهو، نزلتها بقى على الرخامه وبدات اعجن فيها. لو تاخدوا بالكم هي فكت خلاص من ايدي. ليه؟ لان الميه كانت ما كانتش زياده. ليه؟ لان انا اعتقدت ان هي كانت زياده، بس هي كانتش زياده. ليه؟ لان العجينه الطبق كان صغير وما عجنش وما دخلش يعني الدقيق ما دخلش فيها كلها. لازم بقى نقعد ندعك فيها كده شويه لغايه ما العجينه تنعم، تبقى ناعمه في ايدينا ناعمه. هي انا فضلت ادعك كده لغايه ما نعمت وبقت العجينه الله اكبر، بقت طريه كده عامله زي الملبن. يعني واخدين بالكم بقت عامله ازاي؟ حطيتها في الطبق كده وريحتها. انا طبعا ما خمرتهاش، انا ريحتها بتاع 5 دقايق. وهنا دي عجوه، انا كنت عجوه حطيت عليها معلقه سمسم وحبه زيت، ودهنت كيس زيت ورحت فردها بالنشابه كده، بحيث ان انا عايزاها تبقى العجوه رقيقه قوي. هعيد عليها تاني فرد، بحيث ان انا ايه، عايزه العجوه تبقى رفيعه جدا عشان هتبقى رول، ما تبقاش دسمه. واخدين بالكم هي فردت شويه، بس انا كنت حطاها في الكيس من غير ما افتحه عشان ابقى متحكمه فيه اكتر. كده العجينه ريحت لها بتاع مثلا 10 دقايق او حاجه او اقل كمان، عشان وبدات افردها هتفرد معايا بسهوله. لكن لو كانت اشتغلت بيها على طول كانت هتضايقني في الفرد، يعني كانت كل ما نفردها هتقعد تلم. لكن لما العجينه بتريح بتفرد معانا كويس جدا. هنا بدأت عملت مستطيل بقى وهفرده كويس قوي، يعني انا هخليه رفيع مش قوي، يعني ممكن بتاع سنتي كده. واهم حاجة ندوس على الحروف، يعني الحروف تبقى دايسين عليها كويس علشان لما نقفلها ما تبقاش في عجينة مكلكعة. انا هسوي الحروف عشان بحيث ان هي ايه، تبقى
يعني تبقى العجينة متساوية معايا. دي اسهل طريقة للرول اللي هي الكعب الغزال. بصوا انا ركزت على الحروف اكتر ان انا اعملها لكعب الغزال، موفرة الوقت جدا، وما تقعديش تعملي بقى واحدة واحدة والكلام ده، لا. هنا العجينة العجوة ما كفتش في الجناب، فانا بدأت اخد من الزيادة واحطه في الجنب عادي. يعني كده كده هندوس عليها بالنشابة تاني، هندوس عليها تاني بالنشابة عشان نثبت العجينة على العجوة. يعني نديها دعكة بسيطة كده، دوسة بسيطة بالنشابة عشان نثبتها على العجوة. وهنبدأ بالراحة نعمل رول ضيق، يعني نعملها رول زي ما انتم شايفين اللي هو ضيق جدا، لفة حوالين نفسها كده. بنطلع اكبر كمية، ومننساش نقفل الحروف، يعني نبدأ نقفل الحروف كده كويس جدا علشان ما تفتحش مننا. والعجينة طبعا عشان طرية فمساعدانا انها اتقفلت كويس. هبدأ الفها لفة كده بالراحة كده هون. هي المقطع بقى اللي انا قطعت بيه كده، انا قطعتها بالسكينة، مش بخيط ولا بحاجة. المقطع ده اتحذف. قطعتها بقى بالسكينة ورحت رصاها في الصاج، هوريها لكم دلوقتي وانا رصاها. وهنا الباقي كله بقى انا عملته سادة لان كانوا ولادي عايزين حبة سادة. عملت نص تقريبا بعجوة والنص التاني سادة. انا كملت الرول التاني طبعا، مش الرول ده بس، انا كملت بقى بقية الشغل تاني. يعني انا عملت الاتنين كيلو، كيلو تقريبا عجوة وكيلو قرص عادية. بدأت كده انا عملته كور بقى وبدأت اقفله اهو كده. رصيت انا كله في الصواني اهي. او دي كانت النتيجة بتاعته. انا قطعته بالخيط، مش بالخيط، بالسكينة عادي. وده الفيديو بتاعي. ولو الفيديو عجبكم طبعا ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. الرز دي حلوة جدا جدا للفطار الصبح للولاد. حاجة مسكرة يعني ان شاء الله تعجبكم. جربوها وان شاء الله تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.